السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم طيبين بمناسبة رمضان. تعالوا النهارده نتكلم عن في ناس كتير بتشتكي ان هي في رمضان بيزيد في الوزن، وفي ناس بتشتكي ان هي بتقل في الوزن. خلينا نتكلم عن الناس اللي بتزيد في الوزن في رمضان، لان هو الطبيعي ان انت ما تزيدش. هو المشكلة بتكون فين؟ المشكلة بتكون في الكميات الكبيرة اللي احنا بنستهلكها من الاكل، وفي الكميات الكبيرة قوي اللي انت تاخدها من السكريات وتاخدها في ايه؟ في العصاير. طب احنا ممكن نستغل رمضان ازاي؟ المفروض ان انت بتصوم تقريبا وقت الصيام بيكون هو 16 ساعه. يعني انا لو فكرت ان انا بستخدمه او ان انا بعمل زي مثلا الصيام متقطع، هلاقيه هو تقريبا نفس عدد الساعات. ان انا لو اتسحرت مثلا الساعه 2 بالليل او 2 ونص، والفطار بيكون الساعه 6 المغرب، فهم تقريبا 16 ساعه. قالوا ساعه زادوا ساعه ما عنديش مشكله، بس هم تقريبا نفس عدد الايه الساعات. وبيكون عندي 8 ساعات اللي هم من الفطار للسحور مسموح لي بالوجبات، ومسموح طبعا بالايه بالشرب. جميل قوي. يبقى انا هعمل ايه؟ هقسم الوجبات بتاعتي. انا عندي وجبتين كبار اللي هم الفطار والسحور، وعندي وجبه في النص اللي هي سناك او وجبه ايه خفيفه. لو انا فطرت الساعه 6، يبقى انا مثلا على الساعه 10 او 10 ونص باخد وجبه خفيفه، وعلى الساعه 2 او 2 ونص باخد الايه السحور. الوجبه نفسها بقى هاجي على الفطار، مش لازم بقى اقعد اضرب كميه العصاير دي كلها، لا انا ممكن افطر على تمر كويس، وبعدين اخد الوجبه بتاعتي. اهتم بالسلطه، البروتين اللي هو ايا كان اللي موجود. طبعا انا ممكن احول الوجبه من 400 500 سعر اخليها 1000 وشويه. ازاي؟ ان انا مثلا اجي على البروتين، فراخ بقى اللحمه ايا كان اللي موجود، ان انا احمره. انا كده حولت الوجبه دي من عدد سعرات قليل لسعرات كتير قوي وعلى الفاضي ملوش اي لازمه. يبقى انا هاخد بالي من الكميات اللي انا باكلها، واخد بالي كمان من نوعيه الاكل اللي انا باكله. خلصت فطار على الساعه 10 مثلا او 10 ونص زي ما اتفقنا، بتكون وجبه خفيفه، فاكهه او مكسرات. وطبعا المكسرات لو حد جابها يعني في اللي احنا فيه ده في رمضان والاسعار اللي احنا فيها دي، ما تكونش مملحه، تكون اللي هي النيه، بيكون طعمها حلو برضه على فكره. تمام. مع اي مشروب انت بتحبه، مع مثلا الزبادي، او لو انت هتاخد الزبادي ده في السحور. اجي الساعه 2 او 2 ونص اتسحرت، خدت الوجبه بتاعتي، انا كده تمام معايا لغايه الفجر، بشرب زي ما انا عاوز، وبعد كده ببدا الصيام من الفجر. يبقى هو نفس فكره الصيام المتقطع، 16 ساعه صايم، 8 ساعات مسموح بيها بالوجبات وبالشرب. في ال8 ساعات اللي انت بتكون فاطر فيهم دول، انت لازم تخلي جسمك واخد كميه ميه محترمه. ليه؟ عشان انا بقعد فتره طويله قوي ما بدخلش جسمي اي مشروبات ولا ميه، فلازم اخلي الجسم هايدريتد او اخليه رطب عشان ما يحصليش مشاكل وانا صايم. ما اجيش بقى ساعه الفطار اشرب كميه ميه كبيره وكميه عصاير كتيره، وبعدين على السحور اشرب كميه ميه كبيره، وفي النص انا ناسي نفسي فين؟ في الميه. لا، ده شغل الجمال اللي احنا بنعمله قبل الفجر ده مش بينفع معانا. احنا مش هنخزن ميه ونطلعها وقت ما احنا عاوزين، لا. على مدار ال8 ساعات دول انت بتشرب ميه بكميات كويسه. في حاجه مهمه، اكيد كلنا طبعا بعد الفطار بتشرب قهوه، بتشرب شاي، اي حاجه فيها كافيين. الكافيين عامه هو بنعتبره دايوريتك. يعني ايه؟ يعني مدر للبول. هو ضعيف، لكن هو في النهايه هو مدر للبول. طيب ايه اللي بيحصل؟ انت بتبقى قاعد طول اليوم ما بتشربش، بتيجي على الفطار بتشرب كميه ميه قليله، او بتشرب عصاير فيها سكريات عاليه قوي كويس، وبعدين تيجي تاخد القهوه او تشرب شاي، او بتاخد مثلا على مدار الوقت ده 2 أو 3 قهوه. القهوه هتعمل ايه؟ هتنزل ميه من الجسم وانت اصلا مش بتشرب كويس. بقيت انت بتنزل ميه من الجسم وانت اصلا مش مديله ميه، فيعمل لك جفاف. طبعا دي بتسبب مشكله بقى وقت الصيام، الدوخه والحاجات دي كلها. يبقى انا في خلال ال8 ساعات بتاعه الفطار لازم اخد كميه كويسه من الميه. كويس. اخر حاجه هنتكلم عليها التمرين. لو في حد بيتمرن، افضل حاجه ان انا اتمرن قبل الفطار على طول، بحيث ان انا اتمرن اخلص تمرينتي اروح اكل. ليه؟ لان ما ينفعش ان انا مثلا ابقى بقالي 9 ساعات او 10 ساعات صايم، وبعدين رحت التمرين، وبعدين هقعد ساعتين كمان او 3 ساعات كمان برضو بعد التمرين من غير اكل، وبعدين اكل. لا، انت كده مش بتعمل عضل، ولا حتى بتمنتين، ولا حتى بتحافظ على العضل اللي موجود عندك. انت كده بتبوظ الدنيا. فيبقى انا افضل ميعاد للتمرين ان انا هخلص تمرين هروح افطر، او ان انا بتمرن بالليل.
لو بتمرن بالليل يبقى انا طبعا ما اروحش التمرين تقيل، يبقى انا وجبه الفطار بتاعتي هتكون خفيفه، وعندي بعد كده وجبتين تانيين هم الايه، هم الكبار. وطبعا شرب الميه اثناء التمرين، او حتى لو انت ما بتروحش تمرين في خلال الفتره، شرب الميه يا جماعه مهم جدا جدا. كل عام وحضراتكم بخير، واشوفكم على خير ان شاء الله.